السلام عليكم. بشكر جمهور الزمالك اللي خايف على ان الاهلي يلعب في دور الثمانية من غير جمهور، وبيدينا نصايح وطبعا مقارنات باطلة كلها، وان جمهور الزمالك جمهور صفوة والكلام الفاضي ده. ومن هنا احب اقول لهم ما تخافش يا بليلة، هي العقوبة ما تزيدش عن 10,000 دولار ل 15,000 دولار، ده مبدئيا يعني. اما بقى ان جمهور الصفا والجمهور اللي مشرف مصر جمهور الزمالك وجمهور حضاري والكلام ده، يا جماعه الله يكرمكم، انتوا من سنتين بس اسوان ضاربين الحكم في الملعب بالازايز، الحكم ووقعت الجلابيه في استاد القاهره اللي كانت فضيحه برضه، جمهور الزمالك كان بطلها. غير بقى ان اكتر جمهور شتم وساب اللعيبه بتاعته جمهور الزمالك، اكتر جمهور ممكن في العالم كله شتم اللعيبه بتاعته جمهور الزمالك، وكان بيشتم بالاسم ما شاء الله، يعني ما بيشتمش الفريق يعني عشان الفريق سيء، لا ده بيختاروا اسامي، طبعا الاسامي دي اللي هي ايه، ما بتدفعش او مش مسلكه امورها مع صفحات السوشيال بتاعتهم، هتدفع هتبقى نجم. وده طبعا فاكرين كذا لعيب طلع من عندهم قال نفس الكلام ده. صفحات الزمالك اللي يدفع لها هيسقفوا له ويشجعوه ويهللوا له حتى لو ما لعبش، مش هتدفع، فهتلاقي بتتشتم وانت سبب خساره الفريق حتى لو مش في السكور شيت اصلا يعني. وصلاح ريكو قال نفس الكلام ده نصا، صلاح ريكو لاعب الزمالك قال الكلام ده نصا. فما تقلقش يا بليله، الاهلي هيلعب بجمهوره في دور الثمانية، مفيش مشاكل. اما عن الماتش بقى بتاع الجيش الملكي، الاداء لسه سيء بتاع